مساء الجمال. النهارده طبعا طلب مني ان انا اعيد الفيديو تاني بتاع تفتيح الشعر. بس انا عايزه افتح شعري ازاي وشعري فيه خصل بيضه. دلوقتي دي البودرة التفتيح اللي احنا بنجيبها. ما لقيتيش العلبه ديت في الصيدليه ولا لقيتيها عند حد بتاع منظفات، هتجيبي كيسين من بودرة التفتيح من الصيدليه على حسب طول شعرك. ماشي، بس انت حاولي ان انت تجيبي البرطمان ده ويكون البودر الازرق مش الابيض، البودر الازرق زي ما انتوا شايفين كده. هتحطي قد ايه منه على حسب طول شعرك. لو شعرك طويل هتحطي 5 معالق من بودرة التفتيح، وهتحطي من الاكسجين ده، اكسجين ده بالبلسم. اوعي تجيبي اكسجين اللي هو الميه، اكسجين بالبلسم. ما لقيتيش الازازه ديت في اي مكان متوفر عندك، عند بتاع منظفات، عند اي محل بتاع ميك اب، اللي هو الازرق اللي هو 9%، ده 30 بالبلسم. هاتي من الصيدليه اكسجين 30 بالبلسم، هاتي 2 او 3، ويا ريت تكوني جايبه كتير، 3 او 4 كمان، عشان البلسم الاكسجين بالبلسم بياخد اكتر من البودر التفتيح. تمام، هتحطيهم على بعض. لو عندك الازازه ديت ولقيتيها متوفره عندك، هتحطي ضعف الكميه بتاعه البودر بتاع التفتيح. البودر هنحط منه 5، هتحطي من ده 10 من معالق كبار. شعرك خفيف هتحطي 4 معالق من البودرة التفتيح. هتحطي من دوت 10 برضو من اللي هو الأكسجين بالبلسم. هتقلبيهم كويس جدا، وبعد كده هتحطي معلقتين كبار من معجون الأسنان. هتحطي معلقتين كبار من البودر اللي هو اللبن البودر. ما عندكيش لبن بودر سايب، كيس لبن بودرة هتفضيه على الاكسجين وبودرة التفتيح والمعجون. هتقلبيه كويس جدا، وبعد كده هتحطي بلسم. قد ايه بلسم؟ معلقتين كبار من البلسم او معلقتين حمام كريم. تمام، عندك اي نوع بلسم، مش لازم النوع دوت. اي نوع بلسم عندك هتحطيه على البودرة التفتيح. ليه؟ علشان خاطر يرطب الشعر ويطريها. تمام، هتعملي ايه بعد كده؟ هتقعدي تقلبي كويس جدا. هتقسمي شعرك من النص، وبعد كده هتجيبي المكونات اللي انتي خلطتيها كلها. اهم حاجه التقليب، واهم حاجه ان انتي بعد ما تقلبي كويس جدا هتسيبيهم 3 دقايق متغطيين بكيس بلاستيك عشان يندمجوا كلهم مع بعض. وبعد كده هتبتدي بعد 3 دقايق تقلبيهم تاني وتعملي الجذور. لو عندك الجزء دوت لونه اصفر اللي هو اللون الكستنائي، وهنا اسود في ابيض، هتفتحي الجذور بس. هتقلبي وتقومي مفتحه الجذور كلها كده زي ما انت شايفاني، ما عدا الجزء اللي تحت. عندك شعرك كله نصه اصفر والباقي كله اسود، هتفتحي الباقي كله. عندك ابيض كتير في شعرك، هتفتحي الاول، بس خلي بالك الشعر الابيض بيلقط اكتر من الاسود. تمام، فانت هتفتحي برضو الجذور. الشعر كله اسود في ابيض، هتفتحي برضو بنفس المكونات دي الشعر كله. تمام، لو انت عندك شعرك كستنائي ما تفتحيش شعرك، على حسب اللون، وانت طبعا بتختاري اللون بتاعك من الكتالوج. هتجيبي لون فاتح، يبقى خلاص كفايه عليك الجذور. هتجيبي لون افتح من يعني حاجات اللي هي تبع الرمادي، والرمادي الفاتح قوي والاشعارات الفاتحه جدا، هتضطري ان انت تفتحي شعرك كله من اول فوق لحد تحت. تمام، بس هنفتح ازاي؟ الجزء اللي هو فاتح هنسيبه زي ما هو، وهنفتح الحاجات اللي هي عايزه تتفتح اللي هو اللون الابيض او اللون الاسود. وبعد كده اول ما يفتح، طبعا هتكوني لابسه جوانتي، هتفضلي تدعكي في فروه الراس. اول ما هتعملي كده في الشعرايه وتلاقي ان في تفتيح، ده كده خلاص اغسلي شعرك. وبعد كده الجزء اللي تحت هتمسكي شويه بايدك من الخلطه اللي احنا عاملينها بتاعت بودره التفتيح، وهتعمليها كده وتفتحي الجزء اللي هو فاتح عندك اللي هو مكان الصبغه. ده الكلام ده لو انتي الصبغه عندك فاتحه عايزه تفتحي وتعملي رمادي، او تعملي اشقر رمادي فاتح جدا. تمام، هتعملي بنيات وعايزه بس تفتحي الجذور، هتفتحي الجذور زي ما انا بقولك. وكل ما الشعر طبعا الخصل بتاعتك طبعا الشعر بيطول، فكل ما الشعر بيطول كل ما الجذور بتطلع سودة. هتعملي خلطة صغيرة جدا من المكونات اللي احنا قلنا عليها،
وهتفتحي الجذور عشان الشعر الابيض، بس ما تسيبهوش فاتح جدا عشان خاطر ما يبقاش جزء وجزء. اول ما يبتدي الشعر يلقط يبقى هتقومي غسلاه على طول. عايزه بعد كده تحطي الصبغه، خلاص شعرك يفتح، هتجيبي درجه الصبغه اللي انت مختاراها، دي باليت. تمام، انا بجيب على حسب طلب الزبون. دي باليت. عايزه تجيبي باليت، عايزه تجيبي اي نوع من اللي انا الانواع اللي انا مصوراها اللي هي الايطالي. هتعملي ايه؟ هتبصي على درجه شعرك. درجه شعرك بعد التفتيح اللون ده، بعد ما هتعمليه هيديك اللون ده. ده لو انت جايباه من الصيدليه. تمام. وفي صبغات في الصيدليه من غير امونيا، بس دي غاليه جدا. فانت لو متوفر عندك الصبغه اللي هي الايطالي اعملي بيها، لو مش متوفر هاتي باليت. باليت من الانواع اللي هي الكويسه جدا. خليكي فيها، وخليكي في الانواع اللي هي من غير امونيا. بس من غير امونيا لو انت هتقدري على سعرها. مش هتقدري على سعرها دي هاتي باليت او هاتي غرنيه، بس باليت افضل. تمام. دي بعد كده بعد ما بتخلصي طبعا الصبغه طبعا بيبقى معاها الاكسجين بتاعها، بتحطيها وبتفضي الاكسجين وبتفضي البلسم وقلبيه كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بتحطي مع الصبغه والاكسجين بتاعها بتحطي شويه بلسم او شويه حمام كريمه عشان يطروا الشعرايه. بعد كده بتقلبيها كويس، وبعد كده بتبتدي ان انت تمسكي خصله خصله بايدك وانت لابسه الجوانتي تعملي الصبغه. وبعد كده تقعدي تدعكي في شعرك كويس جامد جدا. وبعد كده تلبسي بونيه او تلبسي اي كيس بلاستيك وتقعدي بيها نص ساعه. بعد كده تشيلي الكيس البلاستيك، وبعد كده شعرك بتسيبيه يتهوى نص ساعه كمان. وبعد كده بيديك الدرجه اللي انت عايزاها. بعد كده بتغسلي شعرك كويس جامد جدا بالشامبو والجذور، بتنزلي كل الصبغه اللي في شعرك وبالذات الجذور كمان. وبعد كده بتعملي حمام زيت. الحمام زيت ده اللي انا كنت عاملاه، انا دي ازازه اسبري فاضيه. ده زيت الحلبه وزيت الثوم وزيت القرنفل اللي انا كنت عاملاهم، وزبده الشيا طبعا دي كلها، وزيت الجرجير وحاجات كلها انا عاملاها وحطاها في ازازه. بتقعدي ترجيها جامد كويس جدا. وبعد كده بتغذي شعرك كله وفروه راسك، تقعدي بيها ساعه. وبعد كده بتغسلي شعرك، وابتدي ان انت بقى تحطي كريمات تغذي بيها شعرك عشان الصبغه. عندك كريم اللي انا كنت عامله فيه الفيديو المره اللي فاتت، ده بيفرد الشعر وحلو جدا. وبعد بس ما تسرحيش، اهم حاجه شعرك وهو مبلول. سيبي شعرك ينشف او نشفيه بالاستشوار، وقسمي شعرك من النص وتسرحي من تحت لفوق، من تحت لفوق. تمام. وبعد كده بتحطي الكريم اللي انت عايزاه. عايزه شعرك كيرلي، اعملي شعرك ضفاير بعد ما تدهني الكريم. عايزه شعرك ويفي عادي، بتقومي عامله شعرك طاقيه او بتسرحي شعرك من تحت، من تحت من هنا كده لفوق. وبعد كده بتقومي لفه شعرك كحكه، بتجيبي الكحكه هنا وبتقعدي بيها لحد تاني يوم. اول ما تصحي الصبح بتفردي شعرك اكنك عاملاه مكوه بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم وعرفتوا الفيديو وتفتيح الشعر ازاي. ان شاء الله اللي عايزه تفتح شعرها هتفتحه ازاي، واللي شعرها فيها خصل بيضة، اهم حاجه ان انت تعملي الخطوات مظبوط. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون الفيديو عجبكم.